استشكل الصلاة على المجهولين، قال تأتي جنائز نصلي عليها ولا ندري ما حالهم، هل هم من أهل النفاق، هل وقعوا في الكفر، مجهولين ولا ندري هل العلماء دري ولا ما دروا، فماذا نفعل؟ قالوا فنام ليلة فإذا آتيه في النوم قال يا فلان استثني في الدعاء، قل اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالماء الطيب والبرد إن كان من أهل الإسلام. قالوا بهذه الطريقة تضمن إن شاء الله أنك لا تصلي ولا تدعو إلا إيش؟ لأهل الإسلام، فتستثني في الدعاء. حتى احنا عندنا هنا في مكة في العزاء لما يعز الإنسان إيش يقولوا؟ عظم الله أجرك، صح؟ عظم الله أجرك، بس ليش؟ لأنه ما يدروا عن الميت كيف حاله، فهم يدعون لك أن ربي يسليك ويعظم أجرك صبرك وسلواك. أما إذا عرفوا حال الميت قالوا عظم الله أجرك وغفر الله لميتكم ورحمه، لأنه خلاص عرفوا حال الميت. وهذا كله يدخل تحت قوله تعالى في الآية التي قرأناها الآن: ولا تصلي على أحد منهم مات